الدين أو المديونيات موضوع كبير جدًا بيهم ناس كتير جدًا. أنا شخصيًا اتسألت عليه من ناس كتير، وناس كتير جدًا كانت عايزة تعرف إيه الفرق بين الدين أو المديونيات الأفراد والشركات، أهم الأسباب اللي بتؤدي للديون وتفاقم الديون عند الأفراد، وكمان بتؤدي إلى وجود مديونيات أو تفاقمها عند الشركات. هنشرح الكلام ده كله طبعًا بطريقة سلسة وسهلة، ونعرف إيه هي أهم أسباب تراكم الديون سواء على الأفراد أو الشركات على حد سواء. هنشرح كمان إيه هي أهم الطرق والحلول اللي ممكن من خلالها الأفراد أو الشركات ما تغرسش أكتر في الديون ويحصل تفاقم للدين ده. وهل الموضوع مقتصر بس على الافراد والشركات؟ لا طبعا، احنا بنشوف كمان في دول مديونه والديون بتاعتها بتتفاقم، وبيبتدوا ان هم يعالجوا الديون ديت، او يعتبر او يقوموا بعمل او اتخاذ خطوات جاده عشان خاطر يتخلصوا من الديون ديت. خلينا نقول ان مش كل الدين شيء سيء، ومش كل برضه الديون كويسه، لا طبعا على حسب الاستفاده. يعني في دين سيء، وفي الدين الذكي، ودي هنشرح برضو ايه الفرق ما بين الاتنين. خلينا برضو نتكلم ونقول ازاي الديون بتأثر على التقييم الائتماني للأفراد والشركات، وده اللي بنتعرف عليه أو الناس بتعرفه باسم الاي سكور، وهنشرحه برضو بالتفصيل ونشوف امتى الاي سكور او التقرير الائتماني للافراد والشركات بيبقى جيد، وامتى بيكون ممتاز، وامتى بيكون غير مرضي، او بيبقى تعثر مطلق ومخاطر مرتفعه، وامتى بيأثر على الافراد ان ما يقدرش ياخد تسهيل ائتماني او يخش ياخد اي مثلا تسهيل من اي مكان، سواء كان شركة تمويل او بنك من البنوك. هنعرف برضو ايه هي صور الديون بالنسبة للافراد، وايه هي صورها بالنسبة للشركات. لو عاوز تعرف كل التفاصيل تابع معايا. انا عامل سلسلة حلقات هنتكلم فيها عن الديون، وهنتكلم فيها وهنناقش فيها مواضيع كتير جدا في الاقتصاد، هنسهلها ان شاء الله، ونشرح للناس يعني ايه اقتصاد، ويعني ايه مصطلحات اقتصادية اللي منها الدين. ان شاء الله تعالى يكون واحد من المصطلحات ديت وناخدها بالتفصيل ان شاء الله. كان معكم الخبير المصرفي وليد عادل. اشترك معايا وتابعني، وهعرفك كل حاجة في الاقتصاد ان شاء الله.